لقد فرض علينا القتال، ولكن لن يستطيع اي فرد ان يفرض علينا الاسلام. انا يا اخواني عشت في معركة بورسعيد، واعتقد ان كل واحد فيكم عاش معركة بورسعيد. عشت باعصابي وعشت بدمائي وقلبي، كانت اعصابي معاهم، وكنت اعرف انهم بيقاسوا، ولكن القتال فرض علينا حينما كنا ننادي السلام. القتال فرض علينا، ولا بد ان نقاتل، ولا بد ان نتحمل من الضحايا في سبيل هذه العزة التي نطالب بها، في سبيل المحافظة على شرفنا، وفي سبيل المحافظة على كرامتنا، وفي سبيل المحافظة على استقلالنا. بورسعيد يا اخواني فادتكم، فادت مصر، فادت العرب، فادت الدول الصغرى كلها اللي بتدافع عن الحرية والاستقلال. شهداء بورسعيد اللي صرتم في سبيل القضية العظمى اللي صرت فيها الشهداء ايام النبي عليه الصلاة والسلام، واللي صرت فيها الشهداء ايام المسيح اللي كانوا بينادوا في سبيل المثل العليا. ايام المسيحية سقط شهداء كانوا ينادون بالسلام وينادون برسالة. ايام الاسلام حينما قام محمد عليه الصلاة والسلام سقط شهداء فقاتلوا حينما فرض عليهم القتال. ونحن اليوم ايها الاخوة يسقط منا الشهداء لاننا نقاتل حينما يفرض علينا القتال، وحينما نقول اننا نقاتل حينما يفرض علينا القتال نعني ان الاستسلام لن يفرض علينا ابدا، ولكننا سندافع عن كرامتنا وشرفنا ووطننا. خطة المعتدين انهارت امام مقاومة شعب بورسعيد. خطة المعتدين اللي قالوا انهم ياخدوا مصر في 24 ساعة، وزير حربيتهم امبارح بيقول انهم يقدروا لسه 3 ايام علشان تعود بورسعيد الى حالتها الطبيعية. انا اعلم يا اخواني، وزي ما قلت لكم وحصرحكم، ان بورسعيد مرت بمحنة، ولكن اليوم ايها الاخوة نكتب مستقبلنا ونكتبه بدماءنا، نكتب مستقبلنا بدماءنا فعلا، مستقبلنا الحر، نكتب تاريخ بلدنا. والنهاردة بنقرر مصيرنا. النهاردة حينما كتب علينا القتال وفرض علينا يجب ان نقاتل ويجب ان ندافع. هذا هو عزم وتصميم الشعب المصري. ولهذا فانني حينما اتكلم عن بورسعيد اقول لكم اننا جميعا كنا معها في هذه المعركة باعصابنا وبدمائنا. وانا حصلت المعركة، انا كنت رايح بورسعيد، كنت رايح بالليل، وقمت من هنا بالليل لما قالوا ان بورسعيد معرضة للغزو، قلت اوصل بورسعيد. قمت بالليل الساعة 1، وصلت الاسماعيلية الساعة 3:30، ولكن لم اتمكن اني اصل الى بورسعيد. الصبح قالوا ان القوات المعتدية نزلت في بورسعيد. شفت الاسماعيلية وشفت الروح المعنوية في الاسماعيلية، وشفت المواطنين في الاسماعيلية واقفين جنبا الى جنب في جوار القوات المسلحة، كل واحد شايل سلاحه، كل واحد بيقول اللي قابلتهم انه هيدافع عن بلده، هيستشهد في سبيل بلده. دي مصر يا اخواني، مصر الحقيقية، مصر الحرة، مصر العزيزة. ده شعب مصر اللي انا كنت اؤمن بيه، واللي احنا كنا كل واحد فينا بيؤمن بيه. ده املنا. هذه التجربة يا اخواني النهاردة خرجنا منها، وانا احب اقول لكم اقوى مما دخلناها. خرج الشعب المصري متحد متماسك، خرج الشعب المصري كله عزم وكله تصميم وكله ايمان انه سيقاوم حريته بدمائه. احنا النهارده يا اخواني بهذه التضحيات، بهذه الدماء الذكية بنكتب مستقبلنا.